السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. المشكلة، كلمتنا النهاردة هي المشكلة. كل مشكلة وليها ألف حل إن شاء الله. يلا بينا نعرف ايه هي المشكلة. المشكلة المشكلة هي الحدث اللي بيحصل في حياة الإنسان، وغالبا بيبقى على شكل وحش شوية، ابتلاء، عطل في مكان ما، يعني دروب كده بيحصل في حياة الإنسان في جانب معين من حياته، احنا بنسميه المشكلة. كل مشكلة وليها حل، مفيش مشكلة بتدوم طول العمر، مفيش حزن أو كرب أو ابتلاء بيدوموا، بس هي حاجة من أساسيات الحياة. يعني احنا خلقنا في الأرض ومعانا الابتلاء والمشاكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في سورة البلد. يعني في مشقة وفي بلاء. البلاء والمشقة دول رحمة من ربنا، منها واحد بتخفيف للذنوب في الدنيا قبل الحساب في الآخرة، واتنين ان الانسان من غير مشاكل ومن غير ابتلاءات ما كانش هيكون مبدع، ما كانش هيكون يعني في تطور، ما يكونش هيكون في حاجة اصلا للتطور. الانسان زي ما نقول كده الحاجة ام الاختراع، فالحاجة والمشكلة هي اللي بتخترع الحاجة ويبدع الانسان فيها. فالأكتر أوقات بيطلع منها اختراعات كويسة هي أوقات الحروب والحاجات والمجاعات، دي اللي بيطلع منها الإبداع والاختراعات. فلولا المشاكل ولولا الابتلاءات مكانش الإنسان هيقدر يكون مبدع أصلا. في 3 حاجات احذروهم جدا عند المشاكل. لو الحاجات دي موجودة عند الشخص عمر المشكلة ما هتتحل معاه، غير هتكبر بزيادة. ال3 حاجات دول هما ايه؟ الاجتياح والديمومة والشخصنة. نشرحهم واحدة واحدة. الاجتياح ان الشخص يخلي المشكلة تجتاح حياته بالكامل. مفيش مشكلة بتيجي في جانبين مرة واحدة من الحياة. انت اما عندك مشكلة مادية او مشكلة اجتماعية مثلا مع الأسرة، او المشكلة الاجتماعية مع اصدقائك، يعني هي بتكون في حتة واحدة. فانت لازم تتعلم تفصل بينهم. عندي مشكلة في الشغل، ما ينفعش اروح انكد على اهلي فتخلي لي انا اللي اخلق مشكلة اجتماعية مع اهلي، او عندي مشكلة مع اصحابي فاروح وافضل متنكد وازعل اهلي، او يكون عندي مشكلة في بيتي واروح مع اصحابي اعملهم وحش، او اروح شغلي ما بقاش مركز فيه. فده اللي بيخلي المشكلة تجتاح حياته وينسى كل النعم وما يفتكرش غير المشكلة دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. سورة العاديات. صدق الله العظيم. لكنود يعني بيعد المشاكل، بيعدها عد وينسى كل النعم اللي عنده، ويفتكرش بس غير المشكلة أو المشاكل اللي عنده. ده طبعا حاجة وحشة جدا. لازم نحجم كل مشكلة ونحطها في مكانها الصحيح، وما نخليهاش تجتاح حياتنا كلها ونفضل نأنب نفسنا عليها. وإن شاء الله ربنا يحلها، ربنا حلال المشاكل. نيجي تاني حاجة وهي الديمومة. مفيش أي مشكلة بتدوم، مفيش أي حاجة بتفضل على حالها. احنا نفسنا كبني آدمين هنعيش كام يوم وهنموت. فتفتكروا المشاكل مش هتعيش هي كمان كام يوم وهتموت؟ كل حاجة بتروح. وربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكرون. من سورة الأنعام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بينجينا من كل كرب وينجينا من كل مشكلة. مفيش مشكلة بتقعد، مفيش حاجة بتفضل على حالها. زي ما نقول كده تبات نار تصبح رماد. ربنا ييسرها علينا كلنا يا رب. تالت حاجة وهي الشخصنة. ان الانسان يحس ان شخصه هو اللي غلط، او ان الغلط في، زي ما نقول كده، ده انا منحوس، ده الغلط في انا، هي الدنيا جاي عليا ليه، كل الكلام ده لا، كل الكلام ده غلط اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. من سورة التين. يعني احسن شكل واحسن هيئة واحسن قدر. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كرمنا بني ادم. من سورة الاسراء.
فأنت شخص ما فيكش أي عيوب ولا أي أغلاط مصنعية زي بيقولوا كده، ولا عيوب مصنع ولا أي حاجة. أنت زي ما ربنا خلقك جميل. الابتلاءات دي عشان تقويك أنت، وعلشان ترحمك في الآخرة قبل الدنيا، وعلشان تخليك إنسان بجد، إنها مش وحشة ولا أي حاجة. فربنا سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، من سورة السجدة. بجد ربنا سبحانه وتعالى خلق حتى أقدارنا جميلة. الشر اللي انت شايفه شر ده، والمشكلة اللي انت شايفها شر دي، لا، هي كلها خير، وكل اللي ربنا كاتبه خير سبحان الله. فاحذروا من الثلاث حاجات دي، انها تخلوها في مشكلة بجد المشكلة تكبر. انما انت لو خليت المشكلة في مكانها المعين، اقتنعت ان المشكلة دي عمرها ما هتدوم وهتتحل في يوم من الايام، هتصحى تلاقيها محلولة من غير اي حاجة. ما قلت ما يعني ما اعتقدتش ان المشكله دي فيك انت شخصيا، حاولت تحلها خلاص هتتحل بكل سهوله وتعدي منها. فاستعن بالله، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. والجأ لرب العالمين ثم الجأ لأهل الخبرة وفكر بعمق. أسأل الله أن يحل جميع مشاكلنا ويأخذ بأيدينا وينجينا. اللهم أمين يا رب العالمين. كل مشكلة وليها حل، وربك حلال المشاكل، وسيبوها على الله وهتتحل ان شاء الله، وان مع العسر يسرا. يا رب يكون فيديو مفيد. نتقابل بكره ان شاء الله في كلمه جديده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.